السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم جيت ندير معاكم الدجاج بالتغميرة، راح يكون بنتو بنة، وراح ندير معاكم تاني كرز بالزعفران ونوريكم الطريقة باش يجيكم على حبة وطايب ويجي بنين بالبزاف. رافقته مع بطاطا هكا كيما راكم تشوفوا وشوية شلاضة. تابعوا معايا المقادير اللي نحتاجهم للوصفة تاعي. عندي هنا دجاجة، خيروا كيفاش تخيروا الدجاجة تكون صغيرة. عندي حبة بصل ربيتها مليح. عندي معدنوس والحشيش، شطبة صغيرة. عندي شوية زعفران جامبو، حبة تاع القارص تكون صغيرة شوية، حبة تاع البصل و4 فصوص تاع الثوم، عفوا سنينات تاع الثوم. عندي فلفل كحل، ملح، فلفل عكري، شوية تاع سكنجبير، كركم وتوابل الدجاج. تقدروا تعوضوا توابل الدجاج براس الحانوت. كيفاش راح ندير؟ خديت هنا لاشواغ تاعي، تقدروا ديروا البغا ميكسور. خلطت المعدنوس، الحشيش، البصل والثوم. زدت ضفت عصير تاع حبة قارص كامل، وزدت تانيك سييت نحي هذاك اللب تاع الحبة قارص تاعي. سيت كيفاش نحي كامل هذاك اللب الدخلاني، يعني فيديت كامل حبة قارص. ودرت شوية تاع الجامبو مع شوية تاع الزعفران، ما تكتروش باسكو الزعفران كي تكتري منه راح يجيك شوية مر. انا هنا من بعد ما درت زعفران درت لي زيبيس تاعي، وزدت عليهم شويه تاع الزيت ونص كاس تاع الماء. كيما لاحظتوا خليت شويه انا من هذاك الفلفل الكحل والملح. انا الام تاعي كي تخبي الدجاج ولا دير له فلفل الكحل والملح وتخبيه باش كي طيبوه يجي بزاف بنين. الوغ نقصت الملح وفلفل الكحل. خديت هنا لاشواغ تاعي، رحيت كامل المقادير مع بعض، رحيتهم بالبيان وحطيتهم دكوتي. خديت طنجرة درت فيها البصل مع الدجاجه تاعي، ودرت فوقهم هذاك الخليط تاع الدغميره. فوالا. من المستحسن الدجاجه تخرجوها من قبل، ديروها داخل الماء والقارص، تغلفوها مليح ولا ديروها في علبه وتخلوها واحد 2 سوايع وهي في الماء والملح والقارص. راح تكون النتيجه مختلفه. هنا كما راكم تشوفوا درت كامل المقادير تاعي داخل طنجره، وحكيتها بيان بهذيك التتبيله تاعي، وحطيتها على نار هادئه فوق الفرن. مع الاول زدت لها غير بدات تبقبق عليها هكا كيما راكم تشوفوا، نقصت لها كامل. تقدروا تستعملوا الكوكوطه باش تسرعوا الطهي، انا استعملت ديريكتومون طنجره. هنا رحت انتقلت ديريكت للرز تاعي. كيفاش درت له؟ درت مغرف كبيره تاع السمن وكاس تاع الرز اللي كنت غسلته بيان سور من قبل، وزوج عواد صغار تاع القرنفل. القرنفل راح يمد لكم جو مختلف للرز، راح يجي بزاف بنين. جينيرالمون في الخليج ولا في سوريا اللي يديروا هكا. هنا باش يجيني اللون تاعو اصفر، في الماء درت شويه تاع الزعفران. الكاس تاع الرز درت له 2 كيسان تاع الماء سخون. كيما شتوني واش درت؟ قليت مليح الرز في السمن باش الحبات يجوني ما يجينيش يتلاصق، يجوني مفرتكين كامل. درت 2 كيسان تاع الماء بكاس تاع الرز، وبيان سور درت ملعقه صغيره تاع الملح. خليته حتى نشفلي كامل على نار هادئه. من المهم انه النار تكون ناقصه. كي نشفلي تحصلت على هذه النتيجه، وريحه تاعو كانت تنعنع. من بعد ما كملت الرز تاعي رحت درت لهذيك الدجاجه، قلبتها، لقيتها ديجا بدات تتحمر لي من جهه باسكو كنت فريمون منقصه الفرنو ومغطيتها، يعني ما طليتش كامل عليها باش تجيني دايبه الدجاجه. خليتها حتى طابت مليح. من بعد ما طابت لي الدجاجه نحيتها حطيتها دكوتي، وشديت هذيك التغميره تاعي، هاد المريقه، ضفت عليها شويه زيتون خضر وهاد الزيتون فيولي. هاد الفيولي زيتون اللي يجي مر شويه هو اللي راح يعطيني البنه هذيك الله تاع التغميره. من المهم تانيك انه تنشف لنا مليح، يعني تقدروا تزيدوا الفرن وتخلوه حتى تشرب لكم شويه لاصوص باش تقعد لكم غير هذيك التغميره الله تجي معلكه وتجي خاتره بالبيان. هنا من بعد ما زدت للفرن وخليت التغميره تاعي تكمل طيب في غردها، حكمت هذيك الدجاجه دهنتها بشويه مارغرين، او تقدروا ديروا سمن مع فلفل عكري، او تقدروا ديروا شويه طوماطيش تاع الباطا. دخلوها للفرن وخلوها تتحمر في غردها،
من بعد ما تتحمر حطوها في طبق التقديم. انا كما راكم تشوفوا كملت كامل الوصفه ديالي. الدجاجه تاعي راهي تحمرت، التغميره تاعي راهي وجدت، شوفوا شحال جات عاقده. الله الله. هنايا درت بطاطا قطعتها شويه كبيره، غليتها او تقدروا تفوروها، غير تفور لكم نص تفويره يعني ما تذوبش كامل. نحوها وعاودوا قليوها، شبحتها بشويه معدنوس وفلفل العكري من الفوق، درت شويه شلاضه، وهكا كان عشاتنا. نتمنى من كل قلبي انه الوصفه تاعي تكون نالت اعجابكم. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم، وما تنساوش تانيك تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. مع السلامه، نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله.